يا أهلين وسهلين، تعالوا نسوي مع بعض ألذ ميني تارت بالتفاح. في محضرة الطعام هوم إليك نزلت كل المكونات. عندي هنا الجبن والزبدة والسكر البودرة والدقيق، وبعد كذا أشغلها على السرعة الثانية لما تندمج عندي كل المكونات وتصير عندي عجينة ناعمة وملمومة بهذا الشكل. وأخلي العجينة على جنب وأبدأ أجهز حشوة التفاح. في طاوة على النار هادية حطيت حبتين تفاح مقطع مكعبات صغيرة وعليها نص كوب سكر بني وملعقة قرفة مطحونة. أقلبها كلها مع بعض وأخليها على نار هادية لما يتكرمل عندي السكر البني ويذبل التفاح وتنشف مويته. أرفعها عن النار وأخليها تبرد تماما. وهنا عندي العجين كورته بهذا الحجم، أرتبه بالقوالب وبعد كذا أضغطه بهذه الأداة الخشبية، أسوي فيها تجويف بالنص وأرفع الأطراف وأوزع حشوة التفاح اللذيذة، وفوقها الصوص الأبيض عبارة عن جبن كيري وحليب مكثف محلى، وآخر شيء أحط رشة من اللوز المبشور. أدخلها للفرن على حرارة 180 من تحت، بعدين أحمرها من فوق. طلعتها من الفرن وبعد ما بردت تماما فكيتها ورتبتها بصحن التقديم وحطيت لها رشة من السكر البودرة. وبس هذه تارت التفاح صارت جاهزة. ممكن تزينونها بخطوط من الكراميل، ممكن تقدمونها مع الآيس كريم على حسب ما تحبون. لذيذة جدا بشكل ما تتخيلون. جربوها ومتأكدة بتعجبكم بإذن الله، وعليكم بالعافية مقدما.